اهلا بيكم. الحلقه الثامنه والاخيره من خطوه خطوه مع طفلك. ازيك يا انجي؟ اهلا عليك. احنا قطعنا مشوار كبير اه. والعيال راح الجامعه دي خلاص. بس انا حابب قبل ما نخلص الحلقه دي ونخلص السلسله كلها، نحاول نتكلم عن بعض برضو اللقطات، يعني استكمالا للحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الحلقه اللي فاتت، وبعدين نلخص كده للناس ملخص احنا الرحله اللي بتمتد ل 18 20 سنه دي من التربيه لحد ما العيال تتخرج من الجامعه. يعني امم نظريا يعني امم التربيه تهيألي انها ممكن تكمل امم كمان بعد كده شويه، ولكن المرحله الكبرى والاساسيه تكون خلصت. خليني اسالك، مره واحنا بنتكلم قلت لك ان انا الهدف الرئيسي بتاعي ان احنا نطلع عيال سعيده. قلت لي انه يعني اتفقنا ساعتها انه احنا عايزين نطلع اشخاص اسوياء، وانه صح. السعاده جزء من الشخص ده يكون شخص سوي. ما تيجي نشرح اكتر شويه يعني ايه شخص سوي؟ اولا أنا مبسوطه ان احنا وصلنا للحلقه الثامنه والفيدباك بصراحه من كذا حد مشجع جدا. فمبسوطه انه الرساله بتاعتنا هتوصل لناس كتيره ونساعدهم ان هم يكونوا اولياء امور، parents حاسين اكتر ان هم in control. عايز اقول لك في حد قال لي من الناس كانت بتتفرج، انا اكتشفت ان الموضوع مش سهل خالص. وحد تاني قال لي برضو انه انا عندها لسه طفله صغيره عندها سنه يمكن سنه ونص، اه. لان اكتشفت ان انا مش عارفه اربي. فقلت لها ان هو الموضوع يعني بيمشي في حاجات اه. كتير قوي الواحد امم عملها طلعت امم صح بصراحه بالصدفه. يعني امم مش يعني يتمنى ان الواحد كان يلاقي حد يشرح له شويه زي ما احنا شرحنا كده. امم فنتمنى فعلا ان الناس تقدر ترجع للحلقات دي في المستقبل لكنها يعني ريفرنس يقدروا ايوه يفكروا فعلا. نفسهم بيهم. وخاصة الحلقة الأولى بتاعت احنا بنخلف ليه احنا أساسا. بنخلف ايه؟ ده يعني مهم. ما أعتقدش ناس كتير سألت السؤال ده، فبرافو عليك، كانت بداية مهمة. طيب، شخص اوكي. سوي يعني ايه اه. شخص سوي؟ احنا عايزين نطلع أشخاص أسوياء. ليه أساسا؟ يعني ليه اخترنا السواء النفسي؟ لأن السواء ده أمبريلا كبيرة تحتها حاجات كتير. حلو. اوكي. ف تعالى كده نفكر احنا مين بنقول عليه شخص سوي. يعني عايزة لو حد بيسمعنا دلوقتي كده أو يتفرج علينا يسرح كده ويقول مين شخص بيعتبره سوي. شخص طيب، جميل. ما بيتمناش الشر للآخرين، حلو. بيتمنى لهم الخير. عنده إحساس بالرضا جميل. يتهيألي. يعني بيفرح فرح الآخرين، بيزعل لزعلهم، مش العكس، ما بيحسدهمش. يعني ده اللي في بالي الشخص السوي. اوكي، انا سامعاك كانه شخص مرتاح مع نفسه. مرتاح مع نفسه طبعا، اوكي. اه. بس تعالى بقى نقول فاكتورز، يعني غير بس ان الواحد يبقى مرتاح مع نفسه، في شويه حاجات تانية عايزين نحطها في حساباتنا. احنا هنقول 5 حاجات على الاقل عشان اقول ان الشخص ده شخص سوي. اوكي. مبدئيا ان هو شخص فاهم نفسه. اوكي. الشخص السوي شخص على اتصال بمشاعره، بافكاره، وفهم الافكار دي جايه منين. حلو. اوكي. دي على فكرة حاجة صعبة، يعني مش فبيقدر بسهولة. يعني مش هقول يأمن على انه ساعات ممكن يبقى زعلان، ساعات يبقى اه. مبسوط، يعني انت تمام، الراجل صاحب متقبل يعني. المصنع، لما انا اجي اقول صاحب المصنع ده على فكرة مدير شاطر جدا صاحب المصنع ده، فهتقولي لي اقول لك فاهم كل حاجة بتحصل في مصنعه. اوكي. طب انت فاهم كل حاجة بتحصل جواك؟ اوكي. انت فاهم ان انت زهقان، ان انت غضبان، ان انت ما خدتش، ان انت خدت، فالفهم ده علامة صحية ان انت انسان سوي. فانا بساعد ولادي ان هم يفهموا الانر وورلد بتاعهم. اوكي. ازاي انا اساعد شخص يفهم العالم الداخلي بتاعه وانا اساسا مش فاهم العالم الداخلي بتاعي؟ اوكي. فانا بشجع كل حد بيسمعنا عمره ما درس عن سيكولوجي الانسان انه يبدا. في كتب كتير قوي، في دكتور محمد طه عمل 3 كتب عن البيزكس بتاعت علم النفس جميله جدا. دكتور اوسم وصفي. يعني نطلع كده كتابين 3 من اللي احنا قلناهم دول دلوقتي، هتلاقي هو حتى بيقول لك ريكومندد اقرا ده وده وده، او اللي اشترى ده اشترى ده. حلو. بسيطه. ده حلو. عماله بقالي مده عماله اقول للناس ما بقاش في ارخص من المعرفه. خلاص، هنحط الكتب اللي يا انت ريت. بتريكومنديها في اخر ثانك يو، الفيديو. برافو خلاص، عليك. حلو قوي. آم، فانه شخص يبقى السي او بتاع نفسه، يعني يبقى فاهم نفسه. حلو. تمام. فاول حاجه شخص فاهم مشاعره وافكاره ومعتقداته وسلوكياته. فانا فاهم انا ليه بتصرف بالطريقه دي، السلوك بتاعي ده بيقول ايه، ايه الاحتياج بتاعي، انا ليه بحس بكذا، وهكذا. اوكي. تاني حاجة، لما انا اكون على فهم بالعالم بتاعي، ان انا يبقى عندي تفكير منطقي. بما ان انا بقيت فاهم مشاعري وافكاري وسلوكياتي، تاني حاجة بيبقى عندي حاجة اسمها التفكير المنطقي. يبقى اول واحدة الفهم. تاني حاجة ان افكارك يبقى بيقول ده شخص عنده logic thinking. يعني ايه؟ بيفكر بشكل مرتب مرتب. ومنظم فما اجيش تمام. مثلا اكلمك تقول لي
وكل الناس هنا مش بتحبني على فكرة. كل مم. الناس مين؟ مم. ما احنا كده على بعضينا 4. تمام. العالم كله ضدي، ما لقيتش ركنة. العالم كله ضدك عشان ما لقيتش ركنة. انت ده اسمه عيوب التفكير المنطقي. اوكي. فانت بتحتاج ان اولادك طبعا، كل ما الطفل، كل ما الشخص يبقى طفل، يبقى احنا عندنا النضوج النفسي ده ملوش علاقة بالسن. صح. فانت ممكن تلاقي شخص كل حاجة بياخدها على نفسه. يعني مثلا ممكن اقول لك انا حاسة ان الشخص اللي قاعد ده مش طايقني، باصص لي من ساعة ما دخلنا. ده اسمه ايه؟ قفز الاستنتاج، واسمه مايند ريدنج. هبل. فده على فكرة اي واحد من الطرق التفكير دي يؤدي الى الاضطراب النفسي وممكن العقلي لو البني ادم ما كانش ان كنترول منه. فانت لو ما ساعدتش ولادك وما ساعدتش نفسك ان انت افكارك تبقى منطقيه، انت ممكن تخلق شخص بارانويد، لانك انت مش بتعمل له كوتشنج. انت جبت الفكره دي منين؟ انت ليه بتقول كده؟ اوكي. فلما انا يبقى عندي افكار منطقيه، يبقى عندي مشاعر وسلوكيات اندر ماي كنترول. يبقى اول حاجه هفهم، تاني حاجه هيبقى عندي تفكير منطقي، عندي شخص اوكي. بساعده. انا بصدر انسان جديد للعالم يبقى عنده تفكير منطقي. اوكي. حلو. تالت حاجه ان يبقى شخص عنده تفرد. بما ان هو شخص فاهم نفسه، عنده قناعات كويسه عن نفسه، افكاره منطقيه، بيبقى شخص متفرد. يعني ايه متفرد؟ يعني مش بيمشي مع اللي حواليه في التيار كده، اللي هو ايه، كلهم قالوا كده يا بابا غلط، ما هم كلهم لا، عندك حد عنده كيان. حلو. حتى لو كل الناس، امبارح كنت مع بنتي في جلوبال فيليج، فبتبسط قوي لما تيجي تقولي انا مش عايزه ده، هم جابوا ده، اصحابها كانوا معاها، بس انا مش هجيب ده، حلو. هم هيعملوا كده. فكل طبعا في مرات تانية بتكوبي، يعني عشان محدش يتخيل ان احنا عشان بنعمل برنامج يبقى عايشين في ان احنا في بقى عايشين في المدينة الجنة. الفاضلة. لا، احنا بناخد على دماغنا عادي زيكم، بس احنا ايه، عندنا الفرصة بس يبقى قدامنا مايك وتعلمنا شوية حاجات فجايين حابين نتكلم فيها. بالظبط. ف... فدي حاجة بتقول ان ده شخص سوي، انه متفرد، يعني individual، لسه قائم بذاته. اوكي. جابوا في تجربة كده مشهورة ممكن الناس تطلعها اللي بيسمعونا، تجربة الأسانسير بتاع بيدخلوا ناس الأسانسير ما فيهوش مراية، مش زي مصر. الأسانسيرات عندنا دايما بتبقى مليانة مرايات، لا، أسانسير ما فيهوش مراية. ويخلوا كل الناس اللي تدخل الأسانسير ظهرها يبقى للباب، فكله بيبص في الحيطة. حلو. فدول كلهم التيم، كاميرا خفية يعني. طبعا كل شخص يدخل يلاقي الناس كلها مديه ظهرها. انت متخيل داخل اسانسير تلاقي كل الناس مديه لك ظهرها، والرقم اللي بيقول احنا وصلنا للدور الكام في ظهرها. فطبعا كذا حد يدخل يا عيني، اول ما في اللي يدخل ويقوم جاي عامل زيهم بالظبط من غير ما يفكر، وفي اللي يدخل بظهره بعدين يبدا واحده واحده يلف لغايه ما يبقى شبه الناس، وفي بقى ناس بيجيبهم لك قليلين جدا، يوم جاي اول ما الاسانسير يقف يقول يا جماعه هو بقى واقف زي ما هو بقى وشه للباب، احنا وصلنا للدور الثالث، احنا وصلنا. بينظم ويقود الموضوع يعني. لانه حاسس ايه الهبل اللي انتوا فيه ده. اوكي. فالتفرد هي حاجه احنا بنتمناها في ولادنا، ان مش عشان كل الناس بتعمل ده فانت بتعمل ده. كنت هتقول حاجه؟ لا، كنت هقول لك اصل الموضوع التفرد ده وقبوله من الاهل عامله زي احنا عندنا مشكله في قبول الاختلاف يعني بشكل طبعاً. عام في المجتمع يعني. قبول بقى سواء جاي من الصغار او من الكبار، وبالعكس انت لما بتلاقي طفل متفرد، يا عم بقى انت لسه صغير بقى وهتقعد تتنطط علينا وتعمل لي فيها بتاع، مش يعني بالعكس احنا بنكسر مقاديف اي حد متفرد يعني بشكل عام يعني. بالظبط. تمام. طيب فدول الشخص، دول 3 حاجات. حلو. لسه فاضل حاجتين. حلو. الحاجة الرابعة هو إنه شخص يبقى عنده حدود. أوكي. يعني شايف إن حياته مسؤوليته، شايف إن هو يقدر، شايف إن هو قادر، يعني يقدر وقادر على إدارة حياته. حلو. بيعرف يقول لأ، ما بيلعبش دور الضحية، مسؤول عن تصرفاته. ده شخص عنده حدود، يعني كأنه صاحب الأرض. اوكي. عارف ان ده بيته وعارف انه مسؤول عن وقته، مفيش حاجه اسمها مش رامي مشاكله كلها على الاخرين. اصلا لما نجحتش عشان اصل المدرس بيعرف يقول وحش. لا، مسؤول عن حياته، بيتحمل نتيجه قراراته. كل دي حاجات بتقول ان ده شخص عنده حدود. اوكي. واخر حاجه ان هو شخص واقعي، وده اللي احنا لسه غطيناه في الحلقه 7. صح. انه شخص واقعي. يعني ايه الواقعيه؟ هو ان الانسان فاهم كويس انه عايش في محطه، وان المحطه دي هتخلص، وانه هيفنى، وان روحه هتطلع، وانه الروح دي هي بقى الحاجه اللي احنا بنشتغل عليها، وان هي الانسان نفسه وجسد وروح. الكلام ده معناه انه انسان واقعي قابل لوجود الالم في الحياه، فاهم ان هو مش هيقعد طول الوقت مبسوط، فاهم من الكتب الدينيه اللي بتقول له ان في تجارب وفي ازمه وفي مرض وفي ناس بتموت وفي اسئله مش هتتجاوب عليها. صح. فاهم حجمه وسط العالم ده كله.
بيحترم ضعف الناس اللي حواليه، بيحترم ضعفه، بيحط كوتا لنفسه للأخطاء إنه مش ملاك. اوكي. فدول 5 حاجات أساسية بتقول إن الشخص ده شخص سوي. فاحنا لو طلعنا شخص سوي، انت قلت لي من شوية واحنا بنحضر عايز تقابله بعد بعد عمر 20 كده، سنه الاقيه اه شكله عامل تلاقيه ازاي؟ عامل ازاي؟ تلاقيه انسان سوي. حلو قوي. تلاقي الحاجات دي كلها غالبا هتخليه انسان سعيد. سعيد بمعنى راضي، راضي يعني، بمعنى انه حاسس ان حياته كانت اه لحد ما ظريفه، يعني بالظبط اهله كانوا بيعاملوه كويس، بالظبط حصل على اللي هو يقدر يحصل عليه في بالظبط. حدود الحاجات دي امكانياتهم. هيبقى ليها نتائج، انه هيبقى عنده علاقات صحية، الناس صح. بتحب طريقة تفكيره، هو متفرد، هو بيعرف يحط حدود، هو مش بيلعب دور الضحية. حلو. هو فانت خلي بالك ان اللي احنا الاساسيات دي هتخلق موظف، اب، زوجة، موظف، انت مبسوط ان انت طلعت انسان ده سوي. للمجتمع يعني. طيب الشخص السوي ده برضو يتهيألي على الأرجح مش هيكون يقع في مشاكل كبرى. فاهمة؟ مشاكل كبرى بالنسبة لي مش إن إحنا العيال تسقط في المدرسة، ولا إن هم يحصل لهم خناقة مع أصحابهم. لا، مشاكل كبرى قصدي المشاكل اللي أثرها غالبا مكملة معاهم مدى الحياة. اه فاحنا اتكلمنا على شويه لقطات كده الحلقه اللي فاتت. في لقطه مهمه حاسس ان احنا محتاجين نتكلم عليها. لو انا بنتي او ابني وقعوا في مشكله كبرى لها اثار على العيله كلها، ادمان مثلا، انا هبدا اعمل ايه في الموضوع ده عشان نتعامل معاه بشكل جيد؟ طبعا غير مش بنتكلم من الناحيه الطبيه، ماشي، احنا المدمن لازم يتعالج، ده مرض ولازم الناس تتعالج، ولكن احنا كعيله هنعمل ايه؟ واحنا على الارجح فاتنا ايه في الهرم ودانا في النقطه دي؟ طبعا موضوع الادمان ده كمان بقى ليجل في بلاد كتيره، صح. فدي بقت حاجه مرعبه قوي. يعني ما بقاش زي الافلام العربي بتاعت زمان انه في واحد نازل في الشارع وبيدور على حاجه لا، ده مستخبيه دلوقتي يعني. عادي ممكن تدمن صح. ادويه. صح. اه لا، وممكن تبقى عايب تسمعنا والنهارده وعايش في مثلا كندا او في اماكن كتير في امريكا وفي اوروبا، وبقى انواع من المخدرات متاحه. انا عايزه اقول لاي حد عنده حد اوريدي شايف ان هو مدمن، ان هو محتاج يطلب مساعده من شخص متخصص. التخصص ده يعني يفضل ان هو يكون سايكاتريست، سايكولوجيست. ازاي يتعامل مع الشخص المدمن ده، ايه الابروتش الصح، لان انت في الاخر بتتحمل مسؤوليه نفس بشريه. حلو. ممكن هو تفتكري مش قصدي ان احنا هنعمم ولا ان كل الناس بيحصل لها كده، ولكن تفتكري المراهق اللي اتجه في الاتجاهات العنيفه دي زي الادمان كان ناقصه ايه وهو في المراحل اللي قبل كده؟ بص، عارف، احنا غالبا مش فاكره قلنا الحته دي ولا لا. بعد ال 12 سنه اللي هي مرحله جني الثمار دي بتبقى مرحله الايدنتيتي. اوكي. احنا عندنا بقى يا اما حاجه اسمها ايدنتيتي علاء، يا اما حاجه اسمها اضطراب الادوار. اوكي. يعني ايه اضطراب الادوار؟ بنسميها دراما تراينجل. يعني الدراما تراينجل دي يعني ان انت بتقع، ان انت مش عارف انت مين ولازمتك ايه وعايش ليه. اوكي. الحياه بتفقد معناها. حلو. فبتقع في 3 حاجات. يا اما بتقع في دور الجاني، اللي هو الشخص العنيف القاسي اللي مش بيهمه حد، اللي مكسر الدنيا بيرزع الباب وغضبان. غالبا هتبقى كمان طفل متنمر بقى في على العيال في المدرسه ممكن جدا. تمام. تاني حاجة ان انت بتبقى شخص بتلعب دور المنقذ، عايز تنقذ اللي حواليك ومش حاسس، ودايما عايز تسعد ماما وبابا واخواتك، انت اللي شايل شيلتهم وبتاع. ده بيبقى مبسوط. وعندنا بقى الدور التالت، دور الضحية، اللي هو بقى انتوا عذبتوني ودمرتوني ومحدش حبني وانا خلي بالك ان الدراما تراينجل هما مشكلتهم الكبرى في الحدود، ان اوكي. هو معرفش يحترم طاقته او معرفش يكون مسؤول عن نفسه. اوكي. فالدراما تراينجل هي مرحلة ما بعد السن ال 12 سنة. يا إما عندك ايدنتيتي، شايف إن أنت ليك وجود، شايف إن أنت ليك دور، يا إما شخص ما عندوش هوية، ما عندوش هدف في الدنيا، مش عارف هو عايش ليه. ف فبيتألم من غياب المعنى في حياته. اوكي. طيب اتعامل ازاي في الاثار الاخرى اللي هتحصل على العيله؟ انا مش عايز الزق الاحداث الكبرى كلها في الادمان. طب بلاش يعني لا قدر الله بنت مثلا في العيله تعرضت لاغتصاب. ما هو دي الاحداث دي كلها ادمان، اغتصاب، الحاجات دي كبرى، هم هتاثر على العيله كلها. هي العيله كلها المفروض تعمل ايه في الاحداث دي؟ بتحاول تتعامل مع المشكله ازاي؟ آه يعني وانت بتتكلم دلوقتي جه في بالي قوي ان انا ما ينفعش. خلي بالك انت بتتكلم على شخص كبير خلاص. احنا بنتكلم على، انا بكلمك على حد مراهق 15 اه 16 سنه،
لقينا فجأة ان هو اتسحب مننا في سكة زي سكة الادمان دي مثلا. خلي بالك إن الموضوع ده فيه خطورة، انه الشخص المدمن ممكن يبقى عرضة جدا ان هو يأذي نفسه، يعني صح. ينتحر، يعمل اي حاجة. فاحنا بنتكلم في حاجة اكبر من قدرتنا كعيلة ان احنا نديرها. حلو. فده جزء من الوعي، ان انت اوكي. تبقى فاهم ان الموضوع اكبر منك، مم. وان انت محتاج بروفيشنال هيلب، محتاج تروح تبحث محتاج عن. تكونتاكت سنتر لعلاج الادمان، محتاج تفهم. ولو ما كانش ادمان محتاج برضه تسعى للمساعده لعلاج الاثار النفسيه طبعا ايا كان ايه الحدث الكبير اللي طبعا تعرضنا اليه. طبعا. هل دور الاهل ان هم يبقوا فاهمين انه الاحداث الكبيره دي مؤثره غالبا مدى الحياه على عيالهم؟ يعني مش حكايه مش هتخلص في. اصل انت عارفه في اهل كتير بيتعاملوا مع بعض المشاكل اللي بتحصل دي في السن ده، انه خلاص بقى ان شاء الله ما نخلص من سنين الجامعه دي مش هيبقى معانا اي مشاكل منها يعني، وان شاء الله هيبقى كويس يعني ما يكبر ان شاء الله هيبقى كويس. مم. في ناس الحقيقه بيبقوا كويسين. يعني مش هضحك عليك اقول لك مثلا كان معانا ناس في الجامعه انجرفوا في السكك دي ورجعوا ستر ربنا. اللي ما رجعوش ما اعرفهمش قوي يعني، مش عارف اذا في حد ما رجعش ولا لا، بس هل هم رجعوا صحيا بس في اثار سايباها المواضيع دي على الاسره على العيله؟ طبعا اوكي. طبعا. وفي ناس قربوا من بعض اكتر بعد المصايب بعد دي. المصايب دي. طبعا. طيب النقطه اللي قبل الاخيره في اللقطات دي كلها، احنا هنعمل ايه لو كان الاهل انفصلوا في مرحله من مراحل بقى الرحله الطويله اللي احنا عملناها دي كلها؟ مم. احنا هنتعامل مع الموضوع ده ازاي عشان نفضل نكمل تربية كويسة مع الأطفال؟ مم. تعالي نقسمها، تعالي مم. ناخدها الأول لو انفصلوا وهم صغيرين مم. هنعمل إيه، وبعد كده نتكلم على السن الأكبر. مم. طبعا اللي احنا بنقوله ده دلوقتي واحنا ايدينا في الماء الباردة، للأسف الناس لما بتدخل في الصراعات دي المنطق بيخرج من بيخرج. الشباك فانا عارفه ان اللي احنا بنقوله ده هيبقى تشالنجينج شويه. طول ما انت بتسمعه دلوقتي كده بتبقى حاسس جميل، بس وقتها بتبقى حاسس ان انت مليان مراره وغضب، وبتبقى فيه حرب، وبتبقى فيه حاجات كتير. لو قدرنا ان احنا نبقى وان تيم، لان احنا هنفضل ابوهم وامهم. لو عرفنا ان احنا طبعا نفصل ما بين مشاكلنا الزوجيه وما بين ان دول ولادنا. لو عرفنا نفهمهم ان هم ما عندهمش اي دور في اللي احنا وصلنا له، لان الطفل في الوقت ده بيحس ان هو السبب. لو هو صغير بالذات بيحس انه لو كان اشطر، لو كان احلى، لو كان اغلى، ما كانوش اهله وصلوا تحسي المرحله ايه دي. السن المفروض نقول لهم ان احنا انفصلنا؟ يعني عند انهي سن نبدا نتكلم شايفه في ان احنا ما الحاجات دي؟ ينفعش نضحك عليهم. اوكي. فلو اوريدي ده مش جوازه، لو بابا نايم في حته وماما نايمه في حته، ولو بيزعقوا في بعض، ولو بابا عنده علاقات تانية ومفيش، ما بشوفش عليهم حب، ما بيمسكوش ايد بعض، مش حنينين على بعض. لو ده بيحصل يبقى انا محتاجه افهمهم ان ده مش المارج، مش ده اوكي. الهيلثي مارج. اوكي. لان هو انت كده بتخلق نموذج جيل. في دماغه بالظبط بالظبط. بتفهمهم انه اوكي. العيله ليها شكل تاني بقى جديد. اوكي. وهو ايه اكتر حاجات بتقع من اللي احنا بنحاول نبنيها في الهرم، من الاب والام اللي بينفصلوا في تربيه عيالهم، من خبرتك يعني بتشوفي اكتر حاجه بتروح ما بيلحقوش يعملوها او ما بيعرفوش يعملوها؟ بيضربوهم في الامان من غير ما يقصدوا. اوكي. ابوك مش عايز يصرف عليكم، كلموهم قولوا له، او كلمه قول له انه المدرسه عايزه مش عارفه فلوس ايه. قول لمامتك الفلوس اللي انا بديها لها دي تبقى مم. تخبط في الامان، مم. تخبط في ثقتك في الشخص ده، انه اوكي. انه فجأة بتشوف منه وجه اللي هو ليه مامتك ابوكو. مم. يعني احنا فجأة انا فقدت احساس الامان ناحية الفاينانشالز والدنيا والمصاريف. انا اعرف عشان واحدة حطوني في راحت النص بين محكمة الأسرة اه. وشايفة في المكان البنت ال7 سنين، وهي سامعة الأم، سامعة مامته وهي عمالة تشتكي من أبوه اللي معاه فلوس قد كده واللي مش عايز يصرف عليهم. اوكي. وممكن تأثر عليهم في انه مثلا البنت تبقى محتاجة الحب من ابوها، والولد محتاج مش عارف ايه من امه، فاحنا طبعا. مش عارفين نوصل المجموعة كاملة من المشاعر. بالظبط. طيب آه، فرقها كبير قوي لو انفصلوا وهم كبار؟ يعني بتحسي انها اقل ضررا يمكن، مم. ولا برضو لا يعني دي في رأيي، وطبعا ده رأيي الشخصي، ان كل ما السن صغر كل ما بتبقى أصعب. اوكي الاثار لأنه اكبر في فيتامينز هم محتاجينها لسه فارق معاهم قوي، شكلهم وسط أصحابهم، باباهم ومامتهم بيحبوا بعض. تلاقي امم. العيال وهم صغيرين، مش القصة دي فاكراها كويس. أنا وجورج واقفين في المطبخ
وبعدين مش عارفه بتقولي لا الفول مش عارفه، لا بقول لا بس الفول، فبان الحديث كانه بقى قضيه بنتكلم على الموضوع مهم قوي اه يعني. احنا جايين نضيوف وبنحضر الفطار. اه لينا كانت صغيره جدا 3 سنين ونص 4 سنين، دخلت المطبخ وقام جايه عامله بايديها كده اللي هو بفض خناقه يعني. ستوب. ساعتها قلت على فكره احنا بنتكلم على الفول. الموضوع وعلى فكره ده مش معناه برضو ان احنا مش المفروض نختلف خالص ناحيه مع بعض قدام قدام ولادنا. ولادنا، لا اتس اوكي. في يا بابا ليه متنرفز عليا؟ ايه ماما وانا بكلمك انت ليه؟ على فكره قلت لك حلو كده يبقى فيه احنا ينفع نختلف. لكن كل ما يبقوا صغيرين هم بيبقى عندهم احتياج. افتكر اسره مره كانت بتحكي لي بينفصلوا، تقوم جايه البنوته الاربع سنين هما منفصلين وهي عايزاهم هما الاثنين ينيموها كانها عايزه تثبت ان هما بيحبوا بعض، تقوم جايه ماسكه ايدين مامتها وحطها فوق ايد باباها، عايزه تطمن ان هما بيحبوا بعض. اوكي. فكل ما السن يبقى صغير كل ما احتياج العيال عالي قوي انهم يبقوا مع بعض. كل ما يكبروا كل ما بيقدروا يمانجوا الحته دي احسن، لانه النيد اللي عندهم من ترابط العائلي اختلف شويه. تختلف طبعا. اوكي. طب احنا مشينا في الطريق ووصلنا عملنا حاجات كويسه وطلع شخص عنده امان وعنده كل حاجه، بس صحي لك الشاب او الشابه وهي عندهم 17 18 سنه وقال لك بقى انا خلاص خلصت المدرسه، انا عملت اللي عليا، اوكي الجامعه دي بقى ايه، دي موضوعك انت، انا مش رايح جامعات، انا عايز اشوف الراجل الفلاني نجح ازاي وده دروب اوت من الجامعه، وشوف ده انا هسافر بقى، عايز العب مزيكا، عايز اشتغل immediately. مش شرط يكون هيعمل حاجات غلط على فكره، هو عايز سكه تانية غير السكه التقليديه. انا استخدمت مثال الجامعه ده عشان ادلل بس على السكه غير تقليديه. انا ايه دوري في المرحله دي؟ ما انا هقفل على واحد عنده 18 سنه او واحده عندها 18 سنه، ما هم كلها سنتين ثلاثه وينفع يمشوا اصلا يعني تماما. طب وبعدين انا هعمل ايه في الطلبات الغير تقليديه بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده؟ قولي كده مثلا افكار لشغلانات زي ايه اللي انت بتتكلم عليها. عادي ممكن يروح يقرر يبدا يشتغل سوفت وير انجينير، تعلم كودينج وهو في المدرسه اونلاين، والموضوع ده مش محتاج شهاده جامعه. والله راجل موهوب في المزيكا وفي باند مستنين ويبقى الليد جيتارست بتاعها. اوكي. في واحده والله شايفه ان هي لا ده ممكن تروح تشتغل في ارت جاليري لان هي في حاجه الفلانيه. لا يعني في شغلانات كتير بمنتهى الامانه، في شغلانات كتير تنفع من غير جامعه. أوكي. فانا اخترت موضوع الجامعه ده عشان اقول لك على مجتمعاتنا، واخترت شغلانات كويسه يعني كان فارق معايا بالظبط الناس اللي كده. مش بتسمعنا ناس فقدانه تفهم يعني، ان انت مش هروح بتتكلم اهيم على وجهي يعني. ولكن انا قصدي اقول لك لو انا ربيت حد المفروض نسمي الحلقات دي هايم على وجهي. انت بتستخدم المصطلح ده كتير. انا قصدي اقول لك ان ربيت واحد او واحده عندهم كل الاخلاق والمبادئ والقيم اللي انا كنت عايز ازرعها، وعند نهايه الرحله دي قال لي بقى خلاص انا هعمل اختيار غير تقليدي غير اللي انت متعود عليه. انا هستقبل الموضوع ده ازاي؟ وبصراحه الحاجات اللي انت قلتها ليها احترام حلو. بس كأن اللي هم بيقولوه هم جول اورينتد، يعني انا ايه هدفي؟ اعمل الشغلانه دي عشان اعمل او فلوس. انا عندي حب شديد للموضوع ده عايز اعمله، عندي شغف. حلو جدا. احنا بقى في المرحله دي غالبا احنا عندنا جول تاني غير الجول بتاعهم. واضح جدا ان الجول بتاعي كأهل مش متناسب مع الجول ده. يعني سؤالك بيقول انا الجول بتاعي غير الجول بتاع ولادي. انت جول ليك كأب ان هو يتخرج من جامعه يبقى معاه شهاده. مظبوط. عشان هو ده انا شفت الدنيا كده. بالظبط. هيحتاج شهاده في شغلانات وعشان تانية. احنا جايين لك من المستقبل وبقول لك انه الناس اللي نجحت النجاح الرهيب اللي من غير شهادات جامعيه مثلا دي الحظ خدمها، كان معاها فلوس، عبقريه، عندهم نوع من انواع العبقريه. يمكن انا مش شايف ان ده هيحصل لها او هيحصل له. الكريدت بتاعك كأب وتقل كلامك. يعني النهارده حصل موقف، خرجت انا وابني لوحدنا، ف المهم واحنا قاعدين جالي ايميل انه في حد بيحاول يدخل على الايميل بتاعي. فقلت لكيفن 13 سنه، كيفن ايه ده؟ سوري يا حبيبي ثانيه واحده. فبصيت كده فلف جنبي، قام بسرعه اتخض كده وبص معايا في الموبايل. بعتي لبابا؟ قلت له لا. قال لي دي اول حاجه المفروض تعمليها. بابا معاه اللابتوب، بابا معاه كل الباسوردز بتاعتنا، بابا معاه بابا فاهم. فعجبني قوي، حتى ضحكت كده. فقال لي بتضحكي على ايه؟ هو فاهم بقى ان انا في مصيبه يعني. فقلت له لا انا عجبني يعني ثقتك ان بابا هيخلص الموضوع ده. يعني لا يعثر عليه امر. الكريدت اللي انا حاطه
انه تخيل انه مثلا كيفن شايف ان ابوه ده انسان صعب وبيخاف منه وبيكذب عليه واتحط في الموقف ده، انا عايز اشتغل انت واخد بالك ان الصراع بيبقى اكبر كتير من القضيه؟ اوكي. لانه يعني احنا مش بنتكلم على موضوع دخول الجامعه ولا مش دخولها، بتتكلم على احنا. انت مين كانسان بالنسبه اوكي. لابنك، دي فعلا حاجه كبيره قوي. اوكي. ايه مدى تاثير كلامك، ايه مدى اقتناعه بيك؟ اوكي. واحده كانت بتحكي لي قاعده مع ابنها في العربيه فاشتغلت اغنيه فيها كلام حلو قوي عن الاب، فقال لها هو انت ليه مشغله الاغنيه دي؟ الاغنيه دي ما فيهاش ولا حاجه من صفات بابا، انا عمري ما جربت الكلام ده. اوكي. فالام قالت له بس بابا لا، بابا كل المحبه اللي حبها لنا ليها علاقه بيجيب لنا ايه. اوكي. فانت هنا عايز تبقى انفلونسر وعايز تانفلونس حياه ولادك وانت مدرك كويس ان فاضل لك 3 سنين ومش وخلاص. هتعرف تعمل اي حاجه من الكلام ده ف بقى. يعني انا اسفه، يعني لو ده ما كانش اتزرع بقاله سنين ان انت عارف، لو انت ما عندكش الكريدت ده روح وديه انت عارف في شغلانات دلوقتي اللي هو جوب مش عارفه ايه، اللي هو تقعد معاه تقول له انا عايز اشتغل ايه فيقول لك يقول روح لك وديه لحد متخصص حلو يديله. يديله. بس انت عايز تعمل التأثير ده، اشتغل عليه من النهارده، اشتغل عليه من هو في اللفه، من هو بيبي وانت بتقعد على ركبتك وتشرح له عشان لما تيجي للنقاش الصعب بتاع المستقبل ده اه تلاقي اه ودن تسمعك يعني. عارف اوكي. في مشهد اثر فيا جدا. انا كنت في عمان وبعدين في الكونفرنس في بيلعبوا ميوزك كده في وقت، فحد من اللي بيحضروا بيعزف على آلة زي الطبلة كده بيبقوا قاعدين عليها وبيعزف كده عليها، مش عارفة عارفها ولا لا، حاجة زي الطبلة بس بتقعد عليها نفسها بوكس كده. فالمهم ابنه في الكونفرنس معانا فعايز يجري يروح لباباه، الولد 2 سنين، فالام عماله تشد والولد عمال يروح انا بقى عاده الحاجات دي بتشدني جدا. هو معاه مجله وعايز يروح بيها لباباه، فجري الولد وفي الاخر الاب قال لها ايه سيبي سيبي، فجي لغايه عنده، فالولد مصمم ان ياخد الاتنشن بتاع باباه، مش عاجبه ان باباه مشغول عنه. فقام جاي باباه ابتدى يعزف بايد واحده عادي وقعده اداله القلم، هو الولد بيديله القلم عشان يقول له يلون ايه بالظبط، قام جاي مشاور له هنا بالاحمر وهنا بالازرق. اوكي. فالولد سكت، راح ورجع برضه مش عاجبه ان ابوه ايه مشغول، فعايز يقعد فوق رجله، قام جاي طالع فوق رجله وابتدى الاب يكمل عزف والولد ايه. انا اتاثرت جدا بقى. اوكي. وقعدت افكر هي العلاقه دي لو استمرت بالشكل ده انه انا اي تراست يو، اوكي، وانه انا عارف ان انت بتحبني، وطبعا هنعدي بقرف وهنبقى في مشكله في التربيه والواد هيقل ادبه وكل الكلام ده هيحصل. بس تخيل لو ده شكل العلاقه من بدري، انت اولويه عندي، بحبك حب غير مشروط، ينفع تعتمد عليا، انا موجود عشانك، انا عايز الخير ليك، انا مش مهدد ومش عايز تنجح عشان خاطر يقولوا ابن الدكتور جه وابن الدكتور راح، انا بحبك لنفسك. تخيل كل الكلام ده لما هتيجي تدخل في المناقشه دي هيبقى عامل ازاي. بس الكلام ده رايح جاي، يعني قصدي ايه، لو انا فعلا عاملين كل الحاجات اللي انت قلتي عليها دي يبقى انا كمان كأب المفروض بقى اتقبل الاختيار. بس خليني بقى اقول حاجه انه هنا انا واصل لحته فيها شويه منطق واقعيه. يعني انا بقول بس نراجع، انا بحب دايما في المواقف الصعبه دي اعمل زوم اوت وابص بس هي المواقف دي انا واقع فيها ليه دلوقتي. ماشي. لو انت واقع فيها وناجح في كل اللي فات ده هي ليه طريقه معالجه. ولو انت واقع فيها وعندك شروخ بقول لك وديه لحد، قول له لا احنا بقى اللي هيحكم ما بيننا احسن واحد في مصر في بيساعد الطلبه في تحديد مستقبلهم، واللي هيقول عليه مستر مش عارفه مين احنا هنعمله. اوكي. بس بما انك انت احنا واصلين لا انه ممكن تبقى الدنيا لا كويسه ومفيش حاجه، بس هو الشخص ده ماشي بدماغه. طب ما هو ده شخص ما عندوش خبره، مش واقعي. مش احنا اتفقنا من ضمن الصفات الشخصيه ان هو شخص واقعي؟ الدراسات بتقول لنا ايه؟ كام في المية بيشتغلوا في العالم بشهادتهم، كام في المية مش بيشتغلوا في شهادتهم، صح. كام في المية بيحتاجوا شهادتهم. طيب مين احسن ناس حياتهم مستقره؟ فان انا اقول لك انت بتقول لي انا ممكن انزل البحر واعرف اعوم من غير عوام. بالظبط. وارد. انا بالنسبه لي كأب مسؤول قدام ربنا، انت هتتعلم وهتنزل بعوامه، وبعد ما يبقى سنك قانوني ارمي العوامه واعمل اللي انت عايزه. انت عارفه انا مع السنين
فكري في الموضوع في حاجة منتشرة جدا بين الولاد لما يخلصوا مدرسة، اسمها الجابير، ان هو ما يروحش الجامعة اه على طول، اه ياخد سنة سنة اجازة يعني من الاخر. ممكن يقدم في الجامعة ويبقى اه عارف هو هيروح فين ايوه بعد السنة، اه بس ياخد جابير. اه لو سألتيني من 10 سنين كان ده تهريج ولعب عيال، ما فيش. دلوقتي أنا متقبل الفكرة تماما، وشايف الحقيقة إنها قد أصلا تكون فكرة جيدة. جدا. ده إضافي يعني، مش بس ايوه بقى لا دي متقبلها على مضض، لا ده أنا ايوه متقبلها وشايف إنها ممكن تكون فكرة كويسة. بس أنا متقبلها وشايف إنها فكرة كويسة لأني حاسس إن بنتي مسؤولة، وعند السن ده لو خدت الجاب يير، حتى لو قضيتها بتتفسح، مبدئيا لازم يكون عندك الامكانيات انك تعملي الكلام ده، ولكن هتقضيها تعمل حاجه مفيده تنور لها شويه افكار تنفعها بعد كده. انا عامه مع انه لو وصلنا للنقطه دي واحتدم الخلاف شويه، لو احنا في ثقه بيننا وبين عيالنا، نسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه ويجربوا، وبس نحط قدامهم ايه هي النتائج. يعني إيه انت هتعمل حاجه، ده الكونسيكونسز بتاعته كذا، انت تمام تمام احنا تمام. طبعا ما بتعملش حاجات غلط وما بتعملش حاجات خطر على حياتك ومستقبلك، انا شايف انه مهم قوي ان انا افهمه انه احنا عندنا فرونت برين وعندنا باك برين، اوكي، الاثنين واحد قدام واحد ورا. كل ما انت آه، بتعرف تاخد قراراتك آم، بشكل واعي، بشكل مسؤول، الحتتين دول مش بيكتمل نموهم غير بعد ال 21 سنة. خلاص اوكي المخ بيبقى مكتمل النمو مكتمل. اه. طول ما انت قراراتك متاخدة من الفرونت، ده انت انسان ناضج. كل ما انت بتاخد من ورا، ده شخص يعني غير قادر على، يعني عاطفي قوي، بياخدها اه بشكل اه ايموشنال. صح. اوكي، فانا ما اقدرش اثق فيك انك بتاخد قرار لمستقبلك، لانه ياما ناس طلبوا من اهاليهم ده ورجعوا قالوا كانت اكبر غلطه ان بابا وافق على اللي انا بقوله. على اللي انا بقوله ده. فطول ما انت شخص لسه مش نضوجك ما اكتملش، فانا هساعدك يوم ما تكمل 21 سنه توكل على معاك الله. المفتاح. طيب احنا مشينا في رحله انجي 8 حلقات من احنا بنخلف ليه اه في الاول لحد ما مديناهم وصلنا المفتاح خلاص. وديناهم مفتاح بالظبط كده، ادينا مفتاح البيت وقلنا له ايه الجامعه من هنا اه والمزيكا من هنا واعمل اللي اه تحت. مش قصدي عشان الناس بتاع المزيكا ما تزعلش اه مننا يعني. لو انت قابلتي الشخص ده، الطفله او الطفل دول في نهايه ال 18 20 سنه دول، ولقيتي دورتي على صفاتهم، يعني لو لقيتي ايه هتقولي ان انت كأب وكأم عملتوا شغل ممتاز؟ بدور على ايه هنا؟ لو انا كده تخيلي فلتر في اخر ال20 سنة، استقبلت الاطفال اللي طالعين من رحلة التربية دول، وبحاول الاقي فيهم الحاجات لقيت عنده شعور بالأمان، شعور حلو. بقبول النفس، مرتاح مع نفسه. اوكي لقيت عنده إنه شخص مسؤول. حلو. لقيت عنده resilience، يعني جلد ما يعني اللي هو بينهارش ما بينهارش، ايوه. بسهولة. مم. لقيت عنده قدرة على العطاء، حلو. مش عايش بس self centered. لقيت عنده مبادئ وقيم مشابهة للكالتشر اللي احنا طلعنا منها. احب قوي انه يفضل عنده ايدنتيتي ليها علاقه بانه مصري، انه انسان مؤمن، انه دي حاجه اه تبقى يعني مبسوطه جدا. ما ما زال بيتنكرش بانه ما زال اه عنده ايدنتيتي. صح. واحده من الحاجات اللي عجبتني قوي في عمان، انا متاثره اصلي عشان لسه مم، واصله، مم. انه البلد اوثنتيك. انه اه البلد حد وصف لي قال لي فيرجن مم. لسه في ايدنتيتي. اوكي ده شكل البيوت وده شكل اللبس وكل الناس قاعده لابسه نفس البتاع اه فاحب انه ابني يبقى عنده الايدنتيتي دي، طبعا يكون مقتنع بيها. احب يكون فاميلي بيرسون، اوكي فبيسال على اخته، فاهم ان تيتا تعبانه، فاهم انه في obligations ناحيه العيله. انا عارفه اوكي. ان انا قلت حاجات كتيره دلوقتي بس كاني بوصفه. مم. دي الحاجات اللي انا ابقى مشغوله بيها. بيعمل الحاجه اللي بيحبها. بيقولوا اكتر ناس سعيده في الدنيا هي الناس اللي اكتشفت موهبتها وبياخدوا فلوس بناء على بناء عليها ان هم صح. بيشتغلوها. صح. فاتمنى ان هو يكون لقى الحاجه اللي بيحبها اللي مؤمن بيها. اتمنى يكون ليه دور في المجتمع بالشغلانه بتاعته، بيساعد حد، يعني شغلانه بتساعد ان الناس تكون فيرجن احسن من نفسها. محبوب من الناس ومن اللي طبعا حواليه. طبعا. عارفه، تخيلت كده ان احنا ممكن ناخد الحاجات اللي انت قلتيها دي نحطها في تشيك ليست،
وعارفه يسلموها لكل اب اه وام في بدايه الرحله. ايوه في بدايه الرحله. دورك في نهايه الرحله صح انك صح. تعلم على اكبر قدر ممكن من الحاجات جميله. دي. لو عرفت تتعلم عليهم كلهم يبقى صح انتوا الاثنين نجحتوا، او صح. يعني نجحتوا جزئيا حسب بقى انتوا عرفتوا عارف توصلوا ليه. في مصر كان في وقت اللي هم بيعدوا يتأكدوا ان كل الأطفال اتطعمت، بالظبط فشل كده. الأطفال. بجد يعني حاجة من الحاجات اللي بحلم بيها، انه انا عندي احلام غريبة كده، منها ان انا يعني لما ارجع مصر ابقى بشتغل في حاجة ليها علاقة بالصحة النفسية للأسر، اوكي. فتتعمل برامج والناس تتعلم في المدارس عن الصحة النفسية. فما نجيش نفهمهم فجأة يعني ايه راجل، ويعني ايه ست، ويعني ايه عيلة، ويعني ايه علاقات. يفهموا المصطلحات دي من بدري. ف... ف... فنفسي في يوم من الايام يتعمل تشيك اب على العائلات، ان هم قادرين، ان هم شايفين نعدي كأن على بيوتهم، كأنه كده في حاجة بتحطها على دراعك تقول صح. انت ماشي في انت الاتجاه ماشي في الصح اتجاه ولا صح ولا بوز. مش في اتجاه صح. انا انبسطت جدا يا انجي على وانا على مدار الثمان حلقات دول، نتمنى وانا ان هم جدا يطلعوا جدا. مفيدين. هنحاول نجمع بعد كده شوية أسئلة من كل الناس اللي هتتفرج على الرحلة كاملة، ايوه ونبقى نحاول نجاوب عليها سوا مع يا بعض ريت. على الفيسبوك ولا احب انستجرام ولا جدا. حاجة. ثانك يو. ومتشكرين لكل الناس اللي سمعونا واستحملونا الثمان حلقات دول، نتمنى تكون كانت مفيدة. وهنحط لكم الكتب اللي انجي كانت بتتكلم عليها في أول حلقة، وهعمل التشيك ليست. حلو وهعمل قوي. تشيك ليست. ميرسي عليك، ميرسي انبسطت جدا، قوي شكرا. معاك بجد. باي باي. ثانك